يرجى الاشتراك في قناة مارك نيوز بودكاست. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد. وعاو بانه جات الوقت باش يدوزوا يوقفوا هذه المهزله ديال الفساد والمفسدين حتى هما. هل يمكن ان المليار تعطانا يعني مثلا من طرف رئيس الحكومه اللي هو اصلا من الشركات اللي وهذاك قلت لك راه ما خصهاش شكون هذاك راه تيسمى فساد، ما خصوش يكون هو رئيس حكومه، ما خصوش يدخل لا كونكورونس ديلويال ولا لا بريز دانتير. خصو يكون خصو يمشي في حاله. جا وقت ديالو باش يمشي في حاله. هذا الشيء اللي كاين. حيت ملي الجانب ديال لي زافير غلب عليه على الشأن العام والمصلحه العامه، صافي دير ما معمولش السياسه، ما معمولش. هذا ماشي عمل سياسي، ماشي عمل سياسي في خطر. هذا تيتسمى عمل شفراوي، تيتسمى عمل تيتسمى الناس اللي تيتاجروا في المغلف في الجوطيات في المغرب اشرف منه بكثير وكثير وكثير. حيت ما عطاش المثال، حيت المثال الاعلى هو لا كنتي دير السياسه دير السياسه، ما كنتيش دير السياسه دير العمل. لا كنتي دير لي زافير سي لي زافير، خلي الناس هما لي زافير يديروا لي زافير، وانت السياسي دير السياسه ديالك، نظمهم قننهم، صرف عليهم، دير المخزنه ديالك عليهم ولكن ماشي هذا الشيء اللي خصو، ماشي هذا الشيء هو اللي كنا تنتسناو يدير. كنا تنتسناو يدير المخزنه ديالو، الخدمه، الاداره، يقنن، ماشي يدخل اللعبه ديال الشفقه. تيبان لي انكم اصبتم ايضا بخيبه امل في هذه الحكومه هذه بعد ان كنتم خطره الشيء ملي تنشوف بانه المال والاعمال تخلطوا صافي. ماشي خيبه الامل، دابا خص يمشي في حاله، حيت لا ما مشاش في حاله غيهبطوا الناس للزنقه ويقولوا له ارحل. ما فيهاش الضحك، حيت هكا باش يبدا الهيجان ديال الشعب. ها هما الوضعيه الاجتماعيه خايبه، الغلاء، وتزيد عليها بالفقر، تيفقر الشعب اكثر. حيت لا كانوا رجال الاعمال ما تبقاش عندهم الامل باش يديروا لي زافير ديالهم، راه كل شيء سالت الحفله. وما نقدروش حنا نمشيو نديروا العمل ديالنا مع دول اخرى مهمه في العالم. ما نقدرش نعيط انا للمستثمرين الكبار نقول لهم اجوا ديروا المنافسه مع رئيس الحكومه. اللي غادي يجي يقول لي شكون هو اللي داخل الميدان؟ رئيس الحكومه، الشركه ديالو، صافي. حكومه أخنوش، كيفاش تشوف انت هذا؟ نشوفوا بان التسيير هو التسوير والتدبير هو التدبير، والتعليمات الساميه ديال سيدنا الله ينصرو غاديين في جهه والحكومه غاديه في جهه اخرى. حنا ديما تنقولوا تنقولوا عاوتاني وتنجددوا بان الحكومه محتاجه بالخبراء، ومحتاجه تستعين بالخبراء. الخبراء موجودين وكاينين في كل مجال، كل مجلات الحمد لله، المجالات وكل التقنيات. في لغه خشب رحوا رئيس مجلس المنافسه قال بان شركه المحروقات ستؤدي غرامات تصالحيه قدرها مليار درهم بالنسبه لجميع الشركات، زائد الغرامات ديال اتصالات المغرب. فين مشاو هذه الغرامات؟ تيقول لا، بعد المبدا ديال الغرامات اللي بداو تيبانوا ضخمه بحال هذا الشكل، تيبينوا بانه الفساد كبير. الغرامه كبيره هي الفساد كبير. اعتراف بانه الساحه
الاقتصاديه فيها المفسدين وفيها المنهبين ديال المال العام وفيها المنهبين ديال الثروات ديال الشعب. دونك الشعب ضايع والشركات المغربيه الوطنيه ضايعين، وهذا الشيء دونك مزيان. هذا بدايه ديال الاصلاح، غاديين في الطريق الصحيح. اذا هذا كما تيقول بان هذه الغرامات ادت، ولكن مؤخرا رئيس الحكومه خدا واحد الصفقه ديال الشركه ديالو، خدات الصفقه ديال تحليه مياه البحر. بعدا شنو نقولوا حنا؟ تنقولوا بانه اللي عنده شي مركز سياسي ولا عنده شي مسؤوليه سياسيه ولا عنده شي مسؤوليه في المنظومه الاداريه ديال البلاد، ما خصهمش ما يكونوش هذوك التنافي وتضارب المصالح، ما يكونوش يدو با يفوار ان كونفلي دانتيري. دونك هادو سي دي بريز illicite d'intérêt، دي بريز d'intérêt illicite ما خصهمش يكونوا. ما يمكنش انا كرجل اعمال ندير السياسه، ماشي السياسه، ندير المنافسه المشروعه ولا الشرعيه مع واحد اللي رئيس حكومه ولا واحد اللي عنده واحد منصب جد مهم في السلم ديال. ها هي كاينه الان، ها هي كاينه، وراه هذاك هو الفساد. الفساد راه هو هذاك اللي تنقولوا عليه، اللي الله يرحمه الوالد 60 عام هو تيحارب ضده، والان مازال حنا تنحاربوا فيه. هذه 100 عام ديال الفساد. الاقتصاديين وسط هذه الزوبعه مثلا، علاش ما عندناش واحد الحس اقتصادي بالنسبه للاقتصاديين تيشوفوا بحال هادشي؟ خص واحد الحس يكون ديال المسؤوليه والجديه. خص الناس يولوا يفهموا بانه البلاد خاصها مبادئ وخاصها قيم. واحد المبادئ ما كايناش واحد القيم ما كايناش، دونك هاد المشاكل كلها تقدر تكون. هذا الشيء تيجي من قله المبادئ، قله القيم. هذاك الشيء علاش دائما تندخلوا ديال اصلاح منظومه ديال العمل. بالنسبه لمشروع قانون الماليه ديال 2024 اللي عطى مجموعه من الجدل، انتم كحقوقيين كيفاش تشوف هذا المشروع؟ واش يعني اللي عطى مجموعه من الجدل، منها ضرب القدره الشرائيه للمواطن وغيرها من المكتسبات اللي تحيل. والقدره الشرائيه ديال المواطن مقدسه، وها هو دابا تنشوفوا بانه من الملاير ديال الدرهم تيطيحوا كغرامات. راه هادو كلهم خصهم يجيو للصندوق باش ينفسوا شويه القوات الشرائيه ديال المواطن. فهمتي؟ هذا هو المشكل. خص لابد هذا الشيء يشوفوه من الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي والجانب الشكلي ديالو. خص لابد. الان داخلين في الشهور ديال الاضراب ديال الاساسيه، واش هذه الحكومه ما تعلاش اول حكومه في تاريخ المغرب اللي طرا هذا المشكل هذا مثلا في اضراب الاساسيه في وقت اللي كان تصم الاذان يعني من طرف الوزير؟ دابا حنا تنشوفوا مساله دابا الحوار بادي بالغرامات الضخمه ديال الماليه. مناش جاو من الفساد. والفساد شكون اللي دارو؟ ماشي انا. فساد شكون دارو؟ ماشي انت. الفساد تيديروه الا الناس اللي عندهم زمام الامور. اللي عندهم زمام الامور راه هما الحكومه. ما كاينش شي واحد اخر عنده السلطه ديال المسؤوليه ولا السلطه ديال التسيير من غيرهم. دونك راه هما اللي عندهم المسؤوليه، وهما اللي عندهم السلطه التنفيذيه باش تينفذوا داك الشيء اللي تيصلح لهم ينفذوه. ولكن حنا راه مساكن راه ما عندنا والو، عندنا غير الله وسيدنا الله ينصر، وعندنا الايمان ديالنا، وعندنا الحمد لله النضال ديالنا السلمي والنضال ديالنا الايجابي اللي تنخدموا عليه وتنخدموا به هذه دابا عده سنين. هذا الشيء اللي تنقولوا. وخر من اجل الخروج من عنق الزجاجه، كيفاش انتم كحقوق نظرتكم انتم كاقتصاديين وكحقوقيين في نفس الوقت؟ خص لابد الفساد يتحيد. حيت ما حد الفساد كاين ما حدو تيدير لنا واحد الحيط جدار ضد التنميه.
ما حد كاين الفساد، كاين جدار ضد النشاط. مثلا الانشطه الاقتصاديه كلها راح تنقولوها ونعاودوها، يديروا هذوك جورني بورت اوفيرت كي دارها السي الحموشي في مديريه الامن الوطني، باش عرفنا وباش المواطن عرف والاداره تاعي عرفت اش كاين. هما حتى واحد ما عنده الجرأه، ولا كل واحد راه عنده الدخل في الكرش ديالو ما باغيش يفتح البيبان. ملي غادي تفتحوا البيبان ديال هذا الشيء كله غنقول لهم هذا الشيء اللي كاين، ها هو الفساد فين كاين، يلا زيدوا تصلحوه. الفساد كاين هنا، زيدوا تصلحوه. ولكن راه هما ما بغاوش. راه حنا قلناها شحال هذه مع عهد الشيء اسمه رؤساء الحكومه القدام، راه ما القدام اللي كانوا تنقول لهم حلوا المكتب ديال رئاسه الحكومه وديروا لنا جورني بورت اوفيرت، تنقولوها ديما. دونك ما زلنا نطالب بهذه الصفقه ديال الفتح ديال البيبان. استرجاع الصحراء الشرقيه ما جرى في السماره، انتم من اول منددين بذلك العمل الارهابي من طرف شرديمه ديال بوليزاريو، يعني كيفاش انتم يعني شفتوا هذه الهجمه؟ هذه ماشي هجمه، هذه غير نسميوها بروف. زعما كاينه واجده مصوبه بانهم هما ارهابيين، هما يعطوا الادله تفيد بالملموس بانهم مجموعه ارهابيه، ماشي مجموعه اخرى غير ارهابيه. دونك سافو دير الصحيه ديال المطالب ديالنا والصحه ديال والسلامه ديال الوثائق اللي كاينين عندنا راه عاد تيعزوا مازال اكثر بان الصحراء الشرقيه المغربيه والتندوف والتندوفيه البيعه ديالهم مسؤوليه، والبيعه ديالهم ديال محمد السادس مسؤوليه علينا جميعا عليهم هما مسؤوليه تاعهم. هذا هو اللي كاين. دونك راه عطاونا الفرصه من ذهب باش نديروا المطالب ديالنا الشرعيه للامم المتحده ولجميع الدول اللي كاينه في افريقيا وجميع الدول اللي كاينه في العالم باش نطلبوا استرجاع ديال الصحراء الشرقيه ديالنا. اذا الملف غادي في نفس باقي نتوما متمسكين به؟ ديما متمسكين به دائما وابدا تيرجع لنا الصحراء الشرقيه كيف رجعت الصحراء الغربيه لبلاصتها. الصحراء الغربيه الحمد لله حررها لنا الحسن الثاني الله يرحمه المسيره الخضراء، والروح ديال المسيره مازال غاديين بها الى يومنا هذا. الصحراء الشرقيه تاعي حيت اراضي مغربيه تاريخيا مغربيه ووثائقيا مغربيه والناحيه ديال البيعه مغربيه. دونك ما عندش الحق الكيان الفرنسي اللي كان مستعمر يفرق ويوزع اراضي ديال المستعمر. هناك من يؤاخذ على هذه الحكومه بانها حكومه تلعب، يعني الحكومه الديال، يعني واش وصلنا لهذا النيفو اننا تكون عندنا مسؤولين سواء يعني غير قادرين على انهم يتحملوا المسؤوليه الوطنيه، يعني ناس تجروا الرسوم اكثر من تجروا الوطن. هل يمكن يؤدي الى ثوره مستقبليه مثلا او يؤدي الى احتقان اجتماعي؟ ما نظنش هذا الشيء. الحمد لله الحمد لله زمام الامور كاين، وزعما واثقين من نفسنا وواثقين بملكنا وواثقين بالعرش ديالنا وواثقين بالمبادئ ديالنا وواثقين الحمد لله بالصيله ديال الله الوطن الملك. دونك يقدر شي واحد يدير يبقى يعيا ما يخبر ما غادي يوصلش بعيد. بحال نهار فاش جا ماكرون تيهضر واش ما حتى واحد ما دافي لا هو لا هذوك الاخرين اللي كاينين اللي عاد هاد الايامات تا هما خبروا. راه هذاك المخبرين راه كاينين موجودين. عندنا في كلمه موالين الخبره اللي تيخبروا. في كلمه سي شفقي الاقتصاد المغربي، في كلمه اقتصاد المغرب عنده افق
كبير، وعنده الحمد لله مشاريع كبيرة، ومشاريع اللي تتفوت تبارك الله جميع المتمنيات وجميع توت لي بريفيزيون. وعندنا تبارك الله لو بروغرام لو بلان باش نديروهم ان شاء الله. موجود الخير، موجود الغلاء تتبين بانه الفساد كاين. دونك هذاك الفساد اللي كاين راه مازال كاين، ما خصو يتنقى، خصو يتنقى وخصو يتصاوب. الحرب ما بين غزة وإسرائيل، والله يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم. والحمد لله اللي دخل سيدنا الله ينصرو، ودخلنا من اليوم واحد الهدنه ديال 4 ايام. راه بعدا الحمد لله هذه الهدنه هذه تتبشر بان غادي يقدر يلقاو شي حل. والحل ما غادي يلقاه لهم غير هاد الدول هادو. لا جلاله الملك محمد السادس الله ينصرو كرئيس لجنه القدس، والاخوان ديالو ديال الخليج، والاخوان ديالو العرب، والاخوان ديالو ديال المسلمين. خص الله يهديهم، الله يهديهم. خص هادشي تيبين بان الله يستر. بحال رجعنا لهذوك الحرب ديال الصليبيه ديال لاكير دي كروزاد، هادو ضد هادو، هادو ضد هادو. ولكن اللهم لك الحمد من هذا المنبر مازال عقلاء. عندنا الحق، عندنا الحمد لله لو بريفيليج اللي تنقدروا نهضروا معاهم بجوج، الحمد لله، والله يهديهم بجوج. الرساله التي بعثها احد الصهاينه الملك محمد السادس يهددوا بانه ما خاصش اضرابات او مظاهرات تكون. او هذه عاوتاني بحال هذاك الاخر اللي تيقول للمغاربه ديروا. حتى واحد ما عنده الحق يهضر مع سيدنا الا الشعب ديالو. الشعب يريد، وكلمه الاولى ديال الشعب المغربي وكلمه اخيره الشعب المغربي، هذا ما يقوله السلطان البلاد. وحتى واحد ما عنده الحق باش يجي يهضر ينقذ شي مؤسسه ولا المؤسسه الملكيه، ولا ما عندوش الشرعيه باش يهضر مع الشعب المغربي. الشعب المغربي تيخاطبو مالكو، السلطان ديالو، امير المؤمنين ديالو، اللي هو هو اللي تيقين فيه وتنطقوا فيه. اي طوطوس كي شي جا هضر معانا راه غير بحال شي برمات شي جاي تيفرشخ الهضره، ما عندنا ما نديرو به. وشحال من واحد شفتو بحال هو ماكرون راه طوطو تيهضر طوطو حشومه، ماشي ما عندوش الحق يهضر مع المغربي والمغربيه نبلاء، ما عنده ما يهضر معاهم حتى واحد. تيهضر معاهم السلطان ديالهم، امير المؤمنين ديالنا وبس. وداك الشيء اللي خصو يقول لنا راه تيقول لنا تنديروه، وداك الشيء اللي بغيناه راه تنطلبوه منه. وهما راه فيهم الزياده، كل واحد تزايد. ما جرى مؤخرا في طنجه الى غير ذلك من يعني توغل مافيا العقار مثلا. وهي تتبان بان الحمد لله هذاك الشيء اللي كنا تنقولوا هذه 10 سنين ولا 15 عام ديال مافيا العقار تيسلخوا تيديو تيشفروا. ها هو الحمد لله تحكم هذاك المافيا الكبير ديال العقار اللي كان حتى واحد ما تيقدر يهضر على سميتو. وحنا لونسيناه بانه هو الرجل الذي كان يريد ان يكون ملكا في بلاصه الملك، هو هذاك حيم قايت. هو راه عطاوه 17 عام ومازال غير دوسي واحد، مازال جايين دواس اخرين. وهذا ديال العقار ديال طنجه تا هو راه غادي ياكل العصا تا هو، غادي ياكل. راه معروفه عائله فاميلا عصابه معروفه في طنجه شكون هي اللي تدير هذه الخدمه البشعه. كلمه اخيره سي شفاقي. الحمد لله الحمد لله احنا فرحانين جدا بهذه الغرامات الضخمه اللي جاو تيعزوا هذوك المطالب ديالنا الشرعيه اللي كنا تنقولوا دائما اسقاط الفساد. دابا تنشوفوا بانه المسؤولين الكبار ديال البلاد وعلى راسهم الحمد لله جلاله الملك، ولكن الله الوطن الملك الحفله ديالها ما سالتش، عدت هذه الغرامات. وان شاء الله حتى غرامات كبيره عاوتاني تطيح على شي ناس اللي سخن لهم راسهم يقدروا يكونوا حتى هما ربما تكون اول محاكمه رئيس حكومه في التاريخ. ان شاء الله، ربما ان شاء الله تاريخ المغرب، وهذا ما يتمناه الشعب ويتمناه
الحقوقيين في صعب الا تبناوها الشعب غتجي غتوصل، حيت ملي تيبغيها الشعب تتوصل. هذا الشيء اللي كاين. شكرا سي شفقي. الله يكثر خيرك سيدي. وكلمه اخيره. الله، الوطن، الملك، شعارنا الدائم، شعارنا الابدي، شعارنا الخالد، والصحراء الشرقيه المغربيه، والبيعه ديال محمد السادس ديال التندوف التندوفيه مسؤوليه، وعلينا جميعا المسؤوليه، والله الله يكمل علينا ان شاء الله، الله يسهل علينا.